هتفضل تندب حظك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في حاجة ما كنتش تتوقعها بطريقة ما كنتش تتخيلها، وساعتها هتبكي من سوء ظنك في ربنا سبحانه وتعالى، لأنك زي ما عارف إن في قضاء وقدر ولازم تؤمن بيه، فالأولى إنك لازم تبقى مؤمن بإن رب القضاء والقدر قادر يغير أي حاجة في أي وقت، ومفيش معاه سبحانه وتعالى مستحيل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى مفيش معاه مستحيل مهما كانت المعطيات اللي في إيديك ومهما كانت الظروف اللي انت فيها دلوقتي. ولو مش مصدق ركز في حياتك انت، راجع نفسك، هتلاقي ان كتير من اللي انت فيه دلوقتي ده كان بالنسبة لك من سنين مستحيل او مفيش فيه امل. لكن احنا اللي بننسى وبناخد النعم حق مكتسب. احنا اللي بننسى لما بنمل، احنا اللي بننسى لما بنكون دايما طمعانين في اكتر من اللي في ايدينا، فبننسى النعمة اللي في ايدينا. فلو انت شاب جدد يقينك في الله واسعى وانت مطمن، مش سعي الشكاي ولا اللي بيندب حظه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. سلام.